انت الان في عشرات او مئات من رجال الاعمال الاقباط شغالين في البيزنس وعندهم مليارات، حتى انت اخواتك عندهم مليارات. ليه انت قررت ان تخوض غمار السياسه؟ اسمح لي اسمع الاجابه بعد فصل قصير. لا. كان سؤالي لك حول اسباب قيامك بالعمل في السياسه رغم ان كثير من المليارديرات الاقباط يعملون في الظل دون حاجه لان يصبحوا شخصيات مثيره للجدل مثلك. بص يا احمد، عشان نفهم التصرف ده لازم نرجع للثوره. الثوره دي لما قامت كانت عباره عن ائتلاف كل الشعب المصري بكل طبقاته، بكل اديانه، المسلم والمسيحي، الاشتراكي على الراسمالي، على رجل الاعمال، على العامل، على الفلاح. دي كانت ثوره شعب بكامل اطيافه، وشفنا مشاهد في منتهى الجمال وفي منتهى المحبه ما شافتهاش مصر من مده طويله جدا. كان المسلم بيصلي والمسيحي بيحرسه، كان الهلال مع الصليب، كنا كلنا في جو من الوحده الوطنيه وثوره ضد الدكتاتوريه وضد التسلط ومع الديمقراطيه. خلص الفيلم ده، بصيت لقيت الوضع اختلف تماما. اصبح هناك، لا خلينا قبل الفيلم ما ما انا يخلص. لا، ما ده ما ينفعش قبل عشان اقول لك انا ليه. انت بتسالني سؤال دلوقتي، طب اقول لك ليه ماشي، دخلت. كمل. فلقيت ان المظهر اللي قدامي ان هذه الثوره بتختطف من تيار واحد فقط، وانا راجل مع الدعوه المدنيه. انت دايما تشير الي ان انا قبطي، وانا دايما بشير لنفسي ان انا مصري اولا. انا شفت ان الثوره بتنحرف، بتصرخ، بتتجه لاتجاه واحد، وانا شايف ان من مصلحه مصر، مصلحه مصر العظمى ان يكون هناك المجلس الشعب ده كان يبقى متوازن، ممثل لكل القوى اللي في المجتمع، القوى الدينيه والقوى المدنيه. ده رايي وما غيرتوش. ووجدت ان القوى المدنيه بتتضاءل، وان الشباب اللي عملوا الثوره بتصرخ من قدام اعينهم هذه الثوره، وان الدنيا ماشيه في سكه ثانيه. فانا قررت، وهو ضد كل مصالحي، ماليش اي مصلحه في هذا، لان لم ينبني من هذا الا اقول لك الا الهجوم والتهديدات وان ازعل القوى الحاكمه كلها، وازعل جماعه الاخوان مني، وازعل ده مني. انت اللي هاجمتهم يا سيدي الفاضل، هم ما هاجموكش. محمود غزلان قال هو اللي بدأ لا الهجوم. تقرا التصريح بتاع محمد مرسي، قال لك ده راجل فاشل وهيفشل واحنا هنتصدى له ومش هيعمل حاجه. انت رجل هو الاعمال. الذي، شوف انا راجل، بص اشرح لك حاجه، انا راجل صعيدي من سوهاج، واخد بالك ازاي؟ اما ببتليش بالاساءه، اللي بيبتلي معايا برد عليه. هو بيعتقد في، انت اللي اتهمت الاخوان. يا سيدي ما انا ما غيرتش. اساء انك تتهمهم ليه؟ بدون دليل. انا كل واحد حكى لي. بعد لك تاني للحظه دي، انا عندي قناعه ان جات لهم فلوس مضاعفه. ما فيش يعني انت مصر على اتهامك ده؟ مصر مش هتعتذر عنه؟ لا مش هتسرع. يعني هتدخل في حرب مع الاخوان بقى زي ما لا يا توصل. عم انا مش داخل في حرب. ما انت حرب اهو. يا انت سيدي فكرت يا احمد، بس حرب يا اهو. احمد، اولا البلد حاليا لا تحتمل حرب. ما انت بتفق، يا انت سيدي بتشهد لا حروب خلاص، انا موضوع وفتن. ده مش موضوع يعني خلاص. ده خيار نص الشعب ماشي الاخوان. ماشي لما تتهمهم اتهام زي ده انت ماشي. بتعلن فتنه. هو يقول انا ما خدتش ويعلن جاب الفلوس منين؟ ما هو قال لك انا ما خدتش. ماشي، يحط بقى في جاب الفلوس منين؟ يقول هو سر حربي. ممكن انت كمان تعلن انت جايب طبعا الفلوس منين. طبعا، انا الحمد لله فلوسي حلال. مش دي بس، ايه ال 60 مليار لآل ساويرس ممكن تعلن جاي طبعا منين؟ معروفين دول في البورصه يا عم، هم راحوا ال 60 اللي بنتكلم عن ال 60 مليار دول دي شركات مدرجه في البورصه المصريه طب هم بقوا- حساباتها كلها خاضعه للقانون المصري وتراجع من هيئه سوق المال، وكل الامور فيها شفافيه. شركة موبينيل لازال هناك علامات استفهام حوالين العقد بتاعها إلى الآن. ما فيش يعني. أنت رجل الأعمال الوحيد الذي كنت من رجال مبارك كما توصف. لا انت كده بقى اتلخبط. واستطعت ما فيش. لا أنت مش استفدت هذا بعقود، كلام استفدت كاذب بأراضي وغير حقيقي على الاطلاق. استفدتم يا بأراضي. عم احنا كنا بنشتغل في البلد دي، كلنا كنا بنشتغل هنا. انا اكثر اسمعني خليني أكمل. معلوماتك أكمل خاطئة. سؤالي. ما تقولش كلام مش أكمله. مظبوط. لا أنتوا ما استفدتوش بأراضي تخصيص زيكم زي غيركم. استفدنا يعني اخذنا صحراء قلبناها المجتمعات كلهم وشغلنا كانوا ناس، عملوا كده. دفعنا ضرائب. كلهم عملوا انت كده. بتتكلم اكبر دافع ضرائب في مصر، واخد بالك، واكبر مشغل كلهم في عملوا مصر. كده. نجيب انت 240 موقفك من الثوره كان 97%. موقفك من الثوره في الايام الاولى كان غير موقفك لما الثوره بدات يا تنجح. سلام، انا موقفي ما اتغيرش على وتصريحك الإطلاق. ان الراجل ده ما يتبهدلش ومش ما عارف ايه زلت والكلام ده. للحظه دي ولا زلت متضايق بتكرر. من مظهر خلينا بس. رئيسي وهو يجر على عربيه جوه السجن باذلال مش في طبيعه ما هو ذل الشعب المصري كله. ماشي، مش في طبيعتنا احنا الانتقام. ما احنا الملك بتاعنا ما فيش انتقام. الملك بتاعنا ما طلعناه مفيش وادينا له انتقام. سلام ومشيناه. مش اللي بيسرق يتحاسب، اللي اذل الناس انا يتحاسب. هذا المظهر لحد دلوقتي ما ريحنيش، مش موافق عليه.
انا حر. انت حر في المظهر ده. احنا بنتكلم الان على ارائك من الثوره، وكيف استطعت انا انت ان الرجل تركب على الثوره لم بالدرجة تكن هنا الأولى؟ يا احمد، انا الوحيد، انا رجل الاعمال الوحيد اللي طلع على تلفزيون العربيه وسالني حافظ مرازي سؤال واضح: يا باشمهندس نجيب، انت مع الميدان ام مع النظام؟ قلت له يا حافظ انا مع الميدان، والتسجيل موجود في ظل. في البي بي سي في لك ظل كلام لا متناقض لا تماما لا ده في في برنامجين ظل مختلفين. استوديو القاهرة نواصله معكم، وقد انضم إلينا الأستاذ نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري. أستاذ نجيب، شكرا جزيلا لك، وأعلم أنه أنت واجهت حشد ضخم جدا على باب القناة المكتب كورنيش النيل من مؤيدي الرئيس مبارك. هل أنت سعدت، يعني كنت حزين أن احنا أخذناك منهم بدل من أن ترفع معهم شعارات لصالح بقاء الرئيس مبارك ورفض هؤلاء المتظاهرين في ميدان التحرير؟ لا، لست حزينا يعني. نعم. اعذرني عشان انا لا اتفضل. كنت زعت من المتظاهرين تحت والقيت بيها في متاهات كبيره. المتظاهرين اشتبكوا معك على الباب؟ لا ما اشتبكوش معي، انا بالعكس رفعوني وهتافات هتافات لصالحك يعني. سماح بحريه الذهاب والاياب للناس رايحين الميدان، ودي موفره. انا عندي نص الشركه عندي بيروح الميدان وبيرجعوا، يعني كان منهم جزء كبير جدا. يعني بتحريض منك ولا من انفسهم؟ انا لا املك راي كل واحد، يعني كل واحد حر فيه. انا ما ذهبتش للتحرير مثلا، لكن اقول لواحد ما تروحش، انا مالي يعني خد بالك احنا برضو، اصل انتوا مش عايزين تصدقوا، يعني احنا برضو شعب عاطفي، وانا بقول وانا راجل عاطفي زيهم، يعني انا راجل يعني يحس فيا ان راجل انا اتعاملت معاه 30 سنه ان انا اقبل بمهانه او اي مساس بكرامته. انا شخصيا مش موافق يعني. هو يقال ان رجال الاعمال بيتحركوا بالارقام وليس بالعواطف، يعني معلش انا مش زيهم بقى. لا انا مش زيهم واقعيا. لا. المطالبه برحيل الرئيس مرفوضه من قطاع كبير جدا من الشعب المصري، على قد ما هم طالبينها، على قد ما في ناس كتيره جدا، وانا زي ما بقول لك انا واحد منهم، عاطفيا ادبيا مكانه عسكريا على اللي عمله للبلد، على انه مش كل عهده كانوا كله سيئات، وما يصح الشعب عريق زي ده في بذاءات يعني مش طبيعه شعبنا، وانا لا اقبل هذا ولا اقبل مساس بكرامه الرئيس يعني.